والكلمة الآن إلى السيد حبيب زياد. شكرا سيد الرئيس. نتمنى السيد الرئيس ما تقاطعنيش. حملناكم 50 سنة، حملوني 50 سنة، حملوني 5 دقائق برك، هذا ما كان. وشكرا السيدة الوزيرة، السادة والسيدات النواب، أعضاء أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستحضرني الآن جملة يرددها الدكتور أمين الزاوي يقول فيها: شعب يقرأ، شعب لا يجوع ولا يستعبد. وأنا أرد عليك أيها الدكتور المحترم وأقول لمن تقرأ زبورك يا داود: نعم أيها السادة، كيف تطلبون من أبنائنا أن يقرأوا وبلدنا يسير بالمال الفاسد والمفسدين؟ كيف تطلبون من أبنائنا أن يقرأوا ونحن يحكمون أصحاب الشقارة والجهلة؟ كيف تطلبون من أبنائنا أن يقرأوا ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني لا يملك من شهادات إلا شهادة ميلاده؟ كيف تطلبون من أبنائنا أن يقرأوا وابن أبلاديس يهان في بلده؟ كيف تطلبون من أبنائنا أن يقرأوا والكاتب الروائية العالمية أحلام ستغانمي لا تكرم ولا ترسل لها حتى دعوة في مدينة مسقط رأسها مدينة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية؟ كيف تطلبون من أبنائنا أن يقرأوا ويتعلموا ثم تتهمونهم بالخيانة والعمالة كما اتهمتم الصحفي مدني عامر وحفيظ الدراجي وغيرهم كثيرون لمجرد أنهم ثاروا ضد الاستبداد وطالبوا بحرية التعبير؟ كيف تريدون أن نقرأ ونتعلم وأنتم تحاصرون صحافتنا من كل جهة؟ كيف تريدون أن نقرأ وأنتم تغلقون القنوات الخاصة التي لا تسبق إلا بحمدكم، كما فعلتم بقناة الأطلس التي لم تنشر إلا الحقائق بدون زيف ولا تزوير؟ كيف تريدون أن نقرأ وأنتم تطيعون شبابنا المثقف أمثال مصطفى كساسي هذا الصحفي الشاب والأستاذ الجامعي الذي يحضر شهادة الدكتوراه، هذا الأمازيغي الأصيل والوطني القوح المناضل بالكلمة، هذا الإنسان الذي استطاع أن يكسب قلوب ملايين الجزائريين دون أن يصرف فلسا في الحملات الانتخابية التي تشترى من خلالها الذمم، لكنه اشترى قلوب وعقول محبيه بفضل منبره الحر وقناعته الراسخة بأن أبناء الجزائر لا يباعون ولا يشترون، لأنه يعلم أن ودهم يكسب بحب الوطن وحفظ أمانة الشهداء وكشف من كل من سولت له نفسه أن يبيع وطنه بدراهم معدودة لمستعمر الأمس. نعم أنت محب أخي عبد السمار عندما قلت في الحلقة الأخيرة من حصة الجزائرية ويكاند التي تم توقيف بث حلقاتها بسببك أيها الشاب المشاغب، لقد قلت لماذا لم يتم متابعة قضائين ما دمت قد قذفت هؤلاء الوزراء ويتركون العدالة تأخذ مجراها. مانيش ناوي نقاطعك ولكن أرجع للموضوع. لماذا أوقفوا بث هذه الموضوع أصلا دور حول مسائل القراءة والصحافة هي ثقافة سيد الرئيس. لقد قلت لماذا لم يتم متابعة قضاء ما دمت قد قذفت هؤلاء الوزراء؟ لماذا أوقفوا بث هذه الحصة بسبب كتاب كتبه فرنسي ليس جزائري وكشف من خلال أسرى هؤلاء الوزراء الذين يضعون رجلا في الجزائر وأخرى في بلدهم الثاني فرنسا؟ نعم أيها الحضور، لقد ظن هذا الشاب اليافع أنه بصدد تقديم خدمة جليلة للجزائر الذي تم اغتصابها ونهبها من طرف عصبة خانت البلاد والعباد، فإذا به يجد نفسه غير المرغوب فيه. كيف تطلبون من أبنائنا أن يقرأوا ويكتبوا وأنتم ترفضون أن يكتب أول دستور جزائري؟ الجزائر مستقل من طرف صاحب الاختصاص اللي هو الشعب، وما أدراك ما الشعب. هذا الدستور الذي يحضر في غرف مظلمة كما تحضر العصابات للصوت على ممتلكات هذا الشعب المغلوب على أمره. كيف تطلبون من أبنائنا أن يقرأوا والجزائر هي أكثر بلد يطارد أدمغته ويهجر قسرا وبالمقابل يرفع إلى المناصب السامية النطيحة والمتردية وما أكل منها السبع، لا لسبب إلا أنهم أصحاب الولاءات للكفاءات؟ كيف تطلبون من أبنائنا أن يقرأوا والملايين تصرف على مهرجانات الرقص والغناء؟ يا ويليتكم مجدتم الغناء الملتزم والكلمة الهادفة التي ما فتدون تطاردون كل من يشدو بها أمثال لطفي دوبلكانو ذلك الشاب الجامعي الذي استطاع أن يمرر رسالته لكل الشعب الجزائري وفعل ما لم يفعله السياسيون منذ الاستقلال، وها هو الآن مطارد من طرف هذه السلطة الظالمة بسبب مواقفه ورأيه الذي لا يعجب الكثير من المتحكم في